حتى إلى التقسيم، حتى إلى التجزئة، حتى إلى يعني الواقع بده يغير. إذا صار هجوم الدولة التركية على مناطق الشمال الشرق السوري، مو مثل الهجمات اللي صارت ب 2018 و 2019، لأنه الوضع متغير. التردي الاقتصادي الموجود الآن، البنك المركزي على أبواب الإفلاس. الوضع بده يصير تأثير كبير من الناحية المعيشية ومن ناحية من ناحية الحياة المعيشية موجود. يعني المناطق المحتلة بيد الدولة التركية، المحتلة من قبل الدولة التركية، منقسمة فعليا. العملة التركية، اللغة التركية، التربية والتعليم التركي، الوالي التركي، شو بقى؟ سيادة شهور النظام السوري، فالسيادة السورية غير موجودة في هذا المناطق. لذلك يجب أن نعرف التقسيم موجود فعليا، موجود. هذا الاتفاق الأخير سيزيد من الطين بلة، سيعمق الأزمة أكثر فأكثر. يجب أن يناقش مع الإدارة الذاتية، والإدارة الذاتية من بدايتها حتى الآن يحافظ على وحدة الأراضي السورية، يحافظ على وحدة النسيج الاجتماعي السوري من كل المكونات، وحافظنا على وحدة الأراضي السورية. قناع من أجل تغيير سياستهم على مناطق الشمال الشرقي السوري. والدولة التركية يتهموننا بالإرهاب، حماية الشعب الإرهابي. بالفعل شيء الإنسان، حتى شعوب العالم ما بيقنع بهذه التصريحات. يعني وكل العالم يعرف قوات سوريا الديمقراطية حارب داعش، حارب الإرهاب، وصل إلى هذه المرحلة. عندهم ضعف، وبعدين يتدخل النظام السوري، يصير النظام السوري متحكم بهذه المناطق. نحن لا نقبل. هلا يفرضون الاستسلام عليه. روسيا يفرض الاستسلام على الإدارة الذاتية، الإدارة الذاتية لم يقبل الاستسلام. فلذلك يجب تنظيم أنفسنا بشكل جيد من الناحية السياسية أيضا. لازم ننظم حالنا بشكل جيد، وخاصة بالمناطق الآن قوات سوريا الديمقراطية يقوم بالتمشيط بمناطق تل حميس وتل برك، أصبح مركزا لانتشارهم بالمناطق الثانية. لذلك هذا التمشيط الأخير من أجل تفكيك كل التنظيمات الموجودة المتطرفة بهذا المنطقة، الخلايا النائمة خاصة. وهذا التمشيط جاء بمحله، وخاصة يستخدمون هذه الخلايا النائمة من أجل زعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة. اتفاق إيديولوجي وفكري ما بين أردوغان وداعش. يعني الاتفاق ما بين داعش وأردوغان اتفاق فكري، مو اتفاق سياسي، لأنه يدعم الإسلام المتطرف. أردوغان يدعم سيكون وليس خطرا على الأمن شمال الشرق السوري فقط. لذلك علينا استخدام سياسة صحيحة وقراءة سياسة صحيحة حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمات. الدولة التركية على مناطق الشمال الشرق السوري سيتزعزع الأمن والاستقرار بالعالم أيضا. وثالثا رفاق علينا نقوم بسياسة وطنية وديمقراطية. موقفنا واضح من هذا الناحية، وأي اتفاق يصير على مناطقنا، على مناطق الشمال الشرق السوري بدون حضور الإدارة الذاتية وقوات قصدة، لا نقبلها كليا رفضا قاطعا قولا واحدا. من الحالة الإسعافية إلى حالة مؤسساتية بهذا الشكل لا يجوز. يعني من حالة إسعافية، نحن بالبداية رفاق يعرفون ببناء الإدارة كان هناك ضعف، كان هناك نقص. السبب الأساسي كان مسألة إسعافية، يعني ثورة صارت وصار تنظيم أقوياء على الأرض سياسيا اقتصاديا عسكريا اجتماعيا، ولا العالم ما يسلم عليك.
يعتبر القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني من أهم الأنشطة في شمال وشرق سوريا، وهي عملية ضرورية لتحقيق أهداف سامية متمثلة في وضع استراتيجية تؤمن الاحتياجات الأساسية المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي والانتقال إلى مرحلة الاعتماد على الذات. في شمال وشرق سوريا تشكل الزراعة والثروة الحيوانية العمود الفقري للاقتصاد، وذلك لاعتماد 70 إلى 80% من السكان على هذا القطاع وتشغيله بنسبة كبيرة من القوة العاملة في مناطقنا وتوفيره للجزء الأكبر من احتياجات السكان الغذائية. فكان من الضروري إعطاء هذا القطاع أهمية ودعما مناسبا للنهوض بالواقع الزراعي وتطويره. لذلك في مقطع عام 2022 اتخذ المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا قرار فصل مكتب الزراعة والري عن هيئة الاقتصاد لتكون هيئة مستقلة في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وصادق عليه المجلس العام في ظل الأزمة المناخية التي يشهدها العالم نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري التي ساد العالم بشكل عام، والذي أمر غير وارد. يعني حتى بالخطة الاستراتيجية أو باللغة اخصم منه ماديا، خلطوهم نزلوا 1000 2000 3000 لا يهم، لكن آلية العمل كانت خطأ. اثنين، أتمنى طبعا هذه مو من باب السلطة، أنا كلفت بمتابعة هيئة الزراعة لشمال وشرق سوريا، وأطلب من الهيئة ومن لجانها تقديم المساحات الأملاك العامة وعلى من تؤجر. هذه الأملاك لازم يكون مردودها الاقتصادي لصالح الإدارة ولصالح الهيئة، ليس لصالح أشخاص آخرين. فأتمنى في الأيام القادمة والشهر الجاي أستاذ محمد وليلى، أتمنى يقدموا لكم اللجان كافة الإحصاءات للأملاك العامة المؤجرة، وهي مساحتها نعرف كل منطقة ايش قد فيها. توفير المحروقات في وقتها المناسب، لأنه نعرف أن نعاني من أزمة محروقات، لكن بخصوص الزراعة حقيقة نحن في الإدارة الذاتية هناك عجز من موازنة الإدارة الذاتية بسبب شراء الطحين. وشراء الطحين سببه أنه لا يتوفر، لم يأتي الأمطار ولم يكن لدينا خطة بديلة لهذا الخصوص. يعني أراضي السقي بحاجة لمحروقات، لو كان هناك محروقات كافية للمزارع ما اضطرينا إلى شراء الطحين ووصلنا إلى عجز الميزانية. السكري له تجربة في منطقتنا ونجح بشكل كبير، وهو المادة الأساسية لصناعة السكر. يعني اليوم منطقتنا بالنسبة للزيت والسكر متى ما توقف المعبر انقطع الشريان الذي يصل منطقتنا للزيت والسكر والمواد الأساسية. فالمشاريع الربحية للإدارة، أولا نخرج من رحمة المعابر، ثانيا ربحها يدور على الإدارة الذاتية بشكل كبير، وثالثا وهو الأهم نصل للاكتفاء الذاتي. والبند الأخير إيجاد خطة خمسية أو ثلاثية. سابقا كان لكل دولة خطة خمسية 5 سنوات إلى الأمام، في حيث توقفت سبل الحياة والأمطار يكون لدينا خطة 5 سنوات ماذا سنفعل في إدارة الأزمة. فإيجاد خلية أزمة بخصوص الزراعة وخطة خمسية أو ثلاثية كما يرتون الرفاق هي منفذ وهي أمان لهذا المشروع. وشكرا لكم. أن يكون السعر يصرف بما يقابله بالليرة السورية. مثلا دولار واحد ارتفع الدولار مثل الدولار، تصرف هذه القيمة حسب ما موضوع لها من الدولار. بيرفض الآن 3600 ساعة كيلو الدولار. ارتفاع الدولار أدى إلى نصف أثناء التسليم، يعني الفاتورة بدها تيجي بعد شهرين. هذا بند. البند الثاني تأمين مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بشكل ميسر في متناول أيدي الفلاحين جميعا، وأن تكون بالشكل المدعو حسب استطاعتنا. طبعا إذا أردت أن تطاع فأن تطلب المستطاع بحسب ما هو موجود في دينه وبحسب قدرة الإدارة الذاتية. أراضي أملاك الدولة على أن يرسم المستأجر خلال عام متى ما طلب منه إخلاء الأرض. تتبع المديريات لجان وهيئات الزراعة
أما المستثمرة الزراعية تتبع المديرية العامة